لو قدامك 10 كرنبات، تعالى اقولك ازاي هنحشيها وازاي كمان هنقطعها ونسلقها وهنعمل لها خلطة رهيبة. خلطة المحشي الكرنب النهاردة بتاعتنا في منتهى الجمال، الريحة مش قادرة اوصف لكم، والجمال بتاع الكرنب طبعا انتوا شايفينه. ولو اول مرة بقى بتشوفيني انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ويلا بينا نبتدي. اول حاجة احنا معانا هيك كرنباية، انا كنت شايلة الورق الاخضر بتاعها وقطعت كده الرز زي ما انتوا شفتوها كده في الاول. وبعد كده هبتدي اسلك الورق كده من عند العروق من الحرف من فوق كده زي ما انتوا شايفينها اهي. تبصوا اتشالت سليمة زي ما هي، ما فيش اي حاجة حصلت فيها. وطبعا لما يبقى في ورق كده شكله مش حلو من تحت، دلوقتي هنشيله من بعض وهنساوي كل حاجة. بصوا وتسووها بقى كده، الراس كل ما تبان كده معاكي بتبتدي تقطعيها من فوق عشان تعرفي تسلكي باقي الكرنب. بصوا انا خلصت كل الكميه، وده الورق الاخضر اللي انا قلت لكم كنت شايلاه. هاخد بقى الورق بتاعي، مش هسلقه الاول، لا هقطعه الاول وبعد كده هسلقه. هاخدها كده من النص من عند العروق وهفصلها كده الورق من عند العروق كده، وهبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها. ولو فيها اي زوايد طبعا ايه بسويها اهي. بصوا دي اسهل طريقة جميلة جدا وهتسرع معاكي يعني، ومش هتحسي ان انت بتعملي بقى محشي ولا اي حاجة. بصوا الطريقة دي حلوة جدا، جربوها. يعني قبل ما تسلقي الورق وتقطعيه، لا احنا هنقطعه الاول وبعد كده نسلقه. بصوا دي وكده كل الكمية اللي طلعت دي من ورقة واحدة بس من الكرنب، طلعت معايا كمية محترمة كويسة. وطبعا بقى بتشيلي الزيادات. بصوا الورق مظبوط ازاي وقد بعضه، والمقاس بتاعه طبعا انت وانت بتقطعيه حسب ما انت ايه حابه. انا طلعته هنا الابيض مع لوحده، وطلعت الاخضر لوحده في حله بقى على النار كده فيها ميه مغليه. ضفت فيها ملح وهسلق بقى الكرنب. هحطه كده يا دوب بس يعني ايه هما 3 دقايق كده، واروح شايله الكرنب بتاعي. ما تخلوهوش كتير في الميه عشان ما يتهرش معاكي. بس وطلعه بقى ايه على مصفى، وهكرر بقى كل يعني لكل الكمية اللي معايا بتاعة الكرنب هعملها بنفس الطريقة. هكملها بقى تاني اهي زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلنا 3 دقايق بس كده على النار. علشان طبعا ايه ما يتهراش وهو في المصفى. انا وريته لكم هنا بقى هنعمل الخلطه. هنا في نص كوبايه زيت في الحله طبعا تسخن، ونزلت كده انا كنت مخرطه بحوالي كده 4 بصلات كبار، وحطيت نصها وسبت النص الباقي. وهقول لكم هنعمل بيه ايه. هنفضل كده نقلب في البصل لحد قبل كده ما يديك اللون الذهبي، وبعد كده هنضيف عليه فصين من الثوم. وهقلب كده التوم مع البصل اول ما يديكي كده الريحه بتاعته تطلع كده وتبقى حلوه. هننزل كده بعصير الطماطم دي. هنا انا كنت عصره الطماطم ومسبكاها، يعني حوالي كده كيلو الا ربع كده من الطماطم وتسبكيها. هحطها بقى وهضيف كمان صلصة من الجاهزة كده حوالي معلقتين كبار، وهنضيف بقى البهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون ورشة كزبرة جافة وشطة ومرقة دجاج لو انت حابة. هي دي بس التوابل بتاعه المحشي بتاعتنا. هقلبهم بقى كده وهسيب واغطيها واسيبها بس تتسبك تاني حاجه بسيطه جدا، هي كده كده متسبكه، بس تاخد لها كده ايه غلوه واحده. هنا بقى الرز يعني حوالي كيلو الا ربع كده من الرز، طبعا بتبقي غسلاه ومصفياه، والرز بتاع المحشي مش بيتنقع. تمام. ومعانا بقى الخضرة هنا هوت بتاعتنا، بقدونس وشبت وكزبرة. طبعا بتخرطيها وبتغسليها كويس جدا، وبعد كده بتصفيها. هنزل بقى عليها كده، وبرده شلت حبة من الخضرة. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنقلب بقى الخلطة كده مع بعض. هنا بقى حبة البصل اللي قلت لكم عليها والحبة الخضرة، انا عملتهم دعكتهم كده بملح وفلفل اسود، وبعد كده ضفتهم على وش المحشي. دي بتديكي طعم وريحة رهيبة مش قادرة اوصفلك يعني على الجمال. وهضيف تاني حبة زيت كده برضو من على الوش عشان يدي للخلطة بتاعتي كده لمعة وتبقى حلوة معانا كده. بصوا تمام الخلطة اهيت. وطبعا بتظبطي الملح وبتظبطي الصلصة بقى بتاعتك. هاخد بقى حبة كده من الخلطة عشان ما نستعملهاش نحط ايدينا فيها يعني كلها، عشان لو اتبقى منها او حاجة. هاخد بقى كده الاول حاجة انا هعملها، هبتدي هعمل الورق اللي هو الاخضر ده اللي بيبقى من تحت في الحلة، اول حاجة من تحت خالص في الحلة.
تحطي كده كمية ايه، يعني ما تحطيش رز كتير عشان هو كده كده الرز ايه في الصبع المحشي بتاعك في الكرنب او في اي محشي بيزيد، فما تضيفيش رز كتير. بس انا حطيت كده الرز وفردتها كده على ورقة الكرنب زي ما انتوا شفتوها، وابتديت ان انا الفها رول كده اهي. بصوا واحدة تانية برضو، وزي ما قلت لكم ما تزودوش رز ياما علشان ما هو بيزيد معاكي. لو الورقة بقى سهلة معاكي كده وما فيهاش عروق ياما او كده، ممكن تقفليها من الجنب، مش هتعرفي تقفليها من الجنب، بتلفيها رول كده عادي. وما تخافيش يعني الرز منك من الجنب لو هي مفتوحة مش هيقع منك ولا اي حاجة، زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. ما فيش واحدة رز يعني كانت على المحشي ولا اي حاجة. تمام اهي كده اللف بتاعه بسيط النهارده عملناها، والسلق بتاعه برضو. بصوا انا عملت كميه كده، هبتدي بقى ان انا ارصها في الحله. بس اول حاجه هناخد الورق الاخضر هنضيفه كده، انا طبعا برضو كنت قطعته وسلقته، هضيفه كده في الحله من تحت عشان الكرنب المحشي بتاعنا ما يلزقش. وهبتدي بقى هرص ايه بكده بالطول وبالعرض 4 كده و4 كده، وحسب بقى ما انت بتحبي ايه الرصه بتاعت الحله بتاعتك. واهم حاجة اما بتحطي كده المحشي بتاعك ما تخليهوش فيه رز في الحلة، يبقى كده الصبع المحشي بتاعك يبقى نضيف من الرز ومن اي حاجة فيه. تمام. بصوا انا رصيت بقى اول حاجة كده، وهكمل بقى وبعد كده نرجع مع بعض تاني. كده بقى المحشي بتاعي تمام اهوت خلاص. بصوا بقى الرصة بتاعته، هبتدي كده من على الوش هضيف سمنة وهضيف زيت برضو هيديله لمعة برضو حلوة وما يعجنش برضو معاكي ويبقى حلو. وهنا بقى هنصفي الشوربة. انا كان عندي شوربة لحمة، ضفت عليها بس بابريكا وزودت مرقة دجاج وحطيت عليها فلفل اسود بس كده. وهبتدي بقى ان انا ايه هحطها كده اهوت على المحشي. بس اهم حاجه بصفيها عشان لو فيها بقى بصل زي ما انتوا شايفين كده او اي حاجه ما تنزلش على المحشي بتاعنا. وهبتدي اخد كده ايه الحله وهرجها كده زي ما انتوا شفتوها كده، علشان اشوف المستوى بتاع الشوربه اللي احنا حطيناها في الحله قد ايه، عشان احنا مش عايزين ياما كده. بصوا انا هزيتها بقى تاني كده المقدار بتاعها كويس، يعني ما عداش ايه الوش بتاع المحشي بتاعنا. هغطي عليها بقى وهسيبها زي ما انتوا شفتوها كده واتشربت. وبعد كده اوطي عليها النار خالص لحد ما يستوي، وبعد كده طلع بالجمال ده زي ما انتوا شايفينه. ودوت كان احلى محشي احنا كده عملناه مع بعض. واكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في المحشي الكرنب بتاعي النهارده. بصوا بقى الصوبع عامل ازاي في منتهى الجمال، وبصوا الرز من جوه. واستنوني بقى في